بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، متواصلين معكم بانطلاقاتنا لهذا اليوم، شوطنا الرابع والعشرون من تعداد أشواط هذا اليوم. أعلنت انطلاقة الياسير بداية مع المركز الأول. أتابع تكريم حمد بن قطلان الصمصام من يقدم لنا تكريم في المركز الأول. أما المركز الثاني هنالك سمحة وعتيق بن محمد بن عواد الخمس العطوي من يقدم لنا سمحة أبو طلال يأتي. والمركز الثالث من الجانب الأيمن هنالك القادمة والمتقدمة، سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى. حضرت هنالك شعيلة عبد العزيز بن سالم الدهينة من يقدم لنا الشعيلة. والمركز الرابع أتابع فيه القادمة ادهمة وعبد الله بن حمود بن سالم الحويطي. ووصلت هنالك فخر علي بن ظاهر أبو شامه البلوي. هكذا هي الأسماء، ولكن أعود إلى سمحة انطلقت بكل قوة. أعتيق بن محمد الضيوفي العطوي يغادر بالفوز بأداء رائع، بأداء كبير، بأداء هنا راقي. يتقدم في المركز الأول، يسير نحو الانتصار بعرض فريد، بعرض جميل، بعرض الأبطال. نعم، تظهر في هذه اللحظة بأداء الكبار. سلام عليك يا أبو طلال، سلام. سمح الله دروبك يا أبو طلال، يا عتيق، يا ابن محمد، يا الضيوفي، يا العطوي، من غادر بعرض جميل في آخر الأمتار. وسمحة بطلة هذا الشوط تظهر بأداء الكبار وتخطف الانتصار. تهانينا والف مبروك. ثانيا وصلت في غزل مشاري بالفهد الحربي، وثالثا وصلت في فخر علي بن ظاهر البلوي، ورابعا كان الحضور مع رؤيا بدر بن جويس الشراري، وخامسا حضرت في المركز الخامس هنالك المركز الخامس وصلت فيه بالفعل غبة وعايد بمطلق المصبحي العطوي. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، التوقيت الزمني دقيقتين 6 ثواني 23 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لمالك سمحة عتيق بن محمد بن عواد الضيوفي العطوي.